في مرحلة حلوة قوي بتعيشها بعد الصدمات الكتيرة في حياتك، اسمها نقطة تحول. بتتغير فيها، بس بتتغير للأفضل وبتفهم نفسك أكتر. ما بقاش فارق معاك مين مشي مين رجع مين مجاش. بتكبر في عين نفسك قوي لأنك بتكون ابتديت تعمل لنفسك قيمة. ما بقاش فارق معاك. المهم ان انت ابتديت ان انت تدور على راحتك وسلامك النفسي، وان انت تبقى انسان متصالح مع نفسك. بعد ما كنت في يوم من الأيام ممكن تيجي على نفسك وتموت نفسك علشان خاطر الناس. المرحلة دي حلوة قوي، أنا بسميها من وجهة نظري هي مرحلة نضوج. إن الإنسان بينضج، بيشوف إن الأمور اللي موجودة في الحياة بقت لا تستحق أغلبها ردة فعل، ومبقاش فارق معاه. بعد ما كان بيموت نفسه علشان خاطر يرضي الناس، بقى أهم حاجة إن هو يرضي نفسه. تعامل مع الناس بالمعاملة المتساوية. اللي يعاملك باحترام اتعامل معاه باحترام، اللي يتجاهلك تجاهله، اللي عايز يبعد افتح له الباب وقول له اتفضل ومع ألف مليون سلامة. في ناس يا جماعة مهما عملنا لهم هم عايزين يمشوا، اللي عايز يمشي يمشي واللي عايز يقرب يقرب. الدنيا بسيطة والحياة بسيطة، احنا محتاجين علشان في الدنيا دي نحافظ على صحتنا ونقرب من الناس فعلا اللي شريانة، ونبعد عن الناس اللي بايعة، الناس اللي بتغدر، الناس اللي مش عايزة تكون موجودة في الحياة. احنا في النهاية بندور على سلامنا النفسي عشان نعيش كل يوم في حياتنا واحنا هاديين ومبسوطين، واخدين بالنا من نفسنا ومن اقرب الناس لينا اللي يستحقوا وجودنا في حياتنا.